حبايبي جري بقى على الحل. نبدأ أول حاجة بال60 سؤال بتاع المتجمعين من كل المصادر المختلفة علشان نطبق على اليونت الجميلة دي. وطبعا أنا سايباهم لك بقى، بعتهم لك علشان حبايبي تتدرب فيهم تتدرب فيهم. يلا حبايبي، أنا أقرأ السؤال أنت تجاوب، ماشي؟ أنا مش إيه، مش هتكلم أنا كتير. Number 1. Which of the following Lewis diagram correspond to the molecular formula HCN؟ حبايبي عاوز يرسم لويس دايجرام للH والC والN. ها، قاعدة ساكتة. الN ده في ال5A، وده الكربون في ال4A، والهيدروجين في ال1A. فخد بالك ان الهيدروجين ما عندوش غير واحد. انت مصحصح كده، الهيدروجين ما عندوش غير واحد. طب الكربون بقى نديله لون تاني بقى، يلا يلا يعني نحايله بقى. هيشارك بواحد هنا ويشارك بثلاثة هنا، ما هم الأربعة بتاعته. طب تعال ندي للنيتروجين بقى بتاعنا لون تاني. النيتروجين هو كمان هيشارك بثلاثة كده ويخلي لنفسه لون بير. يبقى دي كده تريبل بوند هنا، وهنا سنجل بوند. هو ده الاتش سي ان على فكرة. سنجل بوند من هنا وتريبل بوند 1 2 3، وده لون بير. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ وخد بالك ان دول كلهم نون ميتال، يعني ده كوفيلنت كومباوند. بارك الله فيكم، ممتازين حبايبي. ولا اي رسمه تانية تنفع غير الرسمه دي، ممتازين بارك الله فيكم. يبقى ده شكل الاتش سي ان، برافو. طب يلا غيره. ده سيانايد مش سيانامايد، ده سيانايد سي ان. تمام، التاني سي ان 2. تفرق خالص معانا يا شهد، ماشي حبيبتي؟ طب يلا نشوف ده. how many electrons are in the ion of، ايه ده ion of؟ ده ion. خد بالك ان الالكترونز هي الزي اللي تحت، هي الزي اللي تحت، بس هي دي عليها بلس 2. معنى كان دي عملت ايه؟ loses 2 electrons. برافو عليكم، loses 2 electron. طب هي كانت 12 minus 2 طلعت كام؟ 10. برافو، ما شاء الله تبارك الله. غيره. which of the following choices represent the correct type of covalent bond؟ حبايبي هو جايب البوند، جايب الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، جايب التايب. هو عاوز يرص على بعضها تكون صح. يعني عاوز يا ايه كامله كده تكون صح، يا اما بي كامله كده تكون صح. فاهم ازاي؟ كل حاجه فيها صح. اختار. امم صحيح فعلا، بارك الله فيكم. مين الصح بتاعتي كده؟ سي. يعني هتختار ايه؟ ايه اللي هي واخده سي، واخد بالك انت من الدلع ده؟ ايه اللي هي واخده سي دي. طب ايه بقى الكلام ده بقى؟ ايه الكلام ده؟ الان والاف الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس اقل من ده كده 0.4، معناها ان العلامه دي معناها اقل من، يعني يعني 0.4 دي كبيره وبولر. يا عم ازاي دول يمشوا مع بعض؟ انت عبيط ولا ايه؟ الان ايه والسي ال اقل من 0.1.7، اكبر من 1.7. مش فاهم ايه ده؟ وهي بولار كوفالنت ازاي وهي ايونيك؟ طب انت كده غلط خالص. طب الان والاتش كده صغير، يعني اللي موجود هنا كبير، يعني الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اكبر من 1.2. ولو كانت اكبر من 1.2 هتبقى نون بولار ازاي؟ يعني الكلام مش ماشي مع بعضه. تمام حبايبي؟ فالاختيار الصح بتاعي ان الاو سنجل بوند او او دبل بوند او وات ايفر، الديفرنس زيرو ودي بيور. فانا شطار. اللي بعده. which of the following compound contains more than one chemical bond؟ اكتر من نوع من الكيميكال بوند. اختار بسرعه. وقلت لحبايبي قبل كده اختار اي حاجه فيها اتوميك جروب اتوميك جروب اتوميك جروب. اشمعنى؟ اصل الاتوميك جروب فيها وش كتير. سيرين واخده بالك يا قلبي؟ كالسيوم كربونيت. بص يا حبي، ادي الكالسيوم ميتال، الكربونيت CO3. بص يا حبي، ده ميتال وده نون ميتال، ده بوزيتيف 2 والاتوميك جروب كلها نيجاتيف 2. ادي كده ايونيك بوند حبيبتي. بعدين لوجينا، جوه بقى السي او 3 دي كربون ماسكه مع اكسجين بكوفيلنت حبايبي، بكوفيلنت بوند. يبقى ده كده جواها ايونيك وكوفيلنت، مفيش هنا كواردينت ولا حاجه. يبقى الكالسيوم كربونيت، الكالسيوم كربونيت دي عباره عن ايه؟ عن ايونيك وكوفيلنت، فيها اكتر من نوع من الكيميكال بوند. تمام الشطار حبايبي. طب انا يجي على بالي ازاي؟ يجي على بالي ازاي؟ لا مش نون بولر ولا حاجه، كربون واكسجين، ده بولر جدا، كربون واكسجين ومعاه الكالسيوم. تمام. بابا يجي على بالي ازاي؟ دور على اي كومباوند فيه تمام، دور على اي كومباوند فيه اتوميك جروب. اقول لك مثلا صوديوم نيتريت NaNO3، اعرفي ان في اكتر من نوع من البوند، ده جواه ايونيك مع الكوفالنت. ماشي. اقول لك مثلا باريوم مثلا، ايه اتوميك جروب؟ باريوم سلفيت BaSO4، ده كده ايونيك كده، وبعدين جوه السلفيت نفسها كوفالنت. يبقى دوري على اتوميك جروب وانت تعرفي ان فيها اكتر من نوع. تمام حبايبي؟ واحدة كمان. comparing an ammonium molecule with methane molecule. هنكمبير الأمونيوم مع الميثين. which of the following is correct؟
مين الامونيوم؟ مين الامونيوم ده؟ NH3. طب مين الميثين؟ CH4. ده ما عندوش لون بير وده عنده. انا مستنيه تختار على فكره. اقرا بهدوء وطلع الفرق بسرعه. ماشي يا احمد يا جمال، اشوف. ايه الجمال ده؟ يعني الانجلز فين اكبر من مين؟ هما الاثنين على فكره السم 4 على فكره، بس الانجلز هنا 109.5، والانجل هنا علشان اللون بير المزعج اللي جه ده 107. فهو لما يقول لي ان الانجل او البوند انجل بتوين كوفالنت ان امونيا سمولر ذان، طب ما هي سمولر ذان اهي. ميثين، طب انا عايزه اشوف ديو 2 ليه؟ لان ممكن يضحك عليا في ديو 2. بريسنس اوف لون بير اون نيتروجين، صح والله اون نيتروجين كان ممكن يضحك عليا. تمام حبايبي، بارك الله فيكم. يبقى هي ايه اللي صح؟ فانا الشطار حظنا حلو ان لقيناها في الاول، كانت ممكن ندوخ نقراهم كلهم. Which of the following is correct about the formation of ionic bonds? Ionic bond مين الصح؟ Ionic bond ميتال ونون ميتال، ديفرنس كبير في الالكترونيجاتيفيتي. كاتاين واناين. عاوزين نشوف بقى الدنيا دي. الشطار بيقولوا سي. اما اشوف ionization potential of one atoms should be small، يعني انت عايزه تقول لي في ميتال فيهم يعني. يعني ده معنى الكلام يعني ان على الاقل لازم واحد منهم، مش على الاقل لازم واحد منهم يكون عنده small ionization potential، يعني ميتال انت بتكشفه. طب هو انت ما لقيتش تاني اختيار تاني اصلح من ده؟ يعني الفكره في ايه؟ انا لازم اجرب الاختيارات. both atoms should be in the same period. لا مش لازم. مش ينفع بس مش لازم. larger، اصل هو قال لك should يجب ان. larger difference in electronegativity between two atoms involved in the bond the less ionic bond is. يا ريتك سكت، يا ريتك ما قلت دي، يا ريتك قلت ان انا محتاج larger difference في الالكترونيجاتيفيتي. انما لا، ده في دايركت ريليشن. كل ما زاد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي كل ما زادت الايونيك بروبرتيز، فيا ريته سكت يا شهد. molecule should be non polar. يا راجل يا راجل، non polar ازاي هو ايونيك يا راجل؟ الكلام كله غلط. فانا رجعت لسي تاني. فهمتوا حبايبي؟ يبقى احيانا بيبقى في جمله كده بالنسبه لي مش واضحه قوي، بس انا لما بلف وارجع هجيبها. Two elements X and Y. X and Y in the periodic table. X has 7 electrons in the valence shell. ايه ده؟ الاكس ده عندها 7، ده ايه ده؟ ده في 7 ايه ده ولا ايه؟ بعدين Y. Y has 4 electrons in its valence shell، وده في ال 4 ايه ولا ايه؟ 4 ايه. ماشي 4 4 ايه ماشي. What is the number of covalent bonds that are formed in the compound produced from the combination of both؟ ايه رايكم حبايبي؟ شطوره شطوره يا فطومه. ايه رايكم ندي امثله؟ يعني ايه ندي امثله؟ يعني انا بالنسبه لي 7 ايه مثلا، ده خليه مثلا كلوراين فلوراين اي حاجه، وده في الفور ايه خليه كربون. انا احب كده يا مريم. فده بقى كانه CCl4. الله ينور عليكي. يعني انا احب ادخل حاجه في دماغي بمثال. شكرا يا احمد، بارك الله فيك حبيبي. فكده انت الكربون هو السنترال حبايبي، لازم يكون هو السنترال، واللي حواليه التانيين يبقى كام بوند؟ يبقى 4 بوند، صح كده؟ يبقى ركب المثال دايما بطريقه ان هي كانك بتعمل بيها مثال. تمام، ركب الحكايه كانك بتعمل مثال. خلاص يا شطار، وصلت؟ هل حد عنده اعتراض على السؤال؟ هل يا حبيبتي بتسالي في ده ولا بتسالي في سؤال تاني؟ تمام كده حبايبي. انقل اللي قبله. بابا بيقول ايه اللي صح about الايونيك بوند؟ about الايونيك بوند لازم يكون في ميتال ونون ميتال يا حلا. بابا هو قال الايونيزيشن بوتنشال. عارفه ايه الايونيزيشن بوتنشال؟ اللي هي الاماونت اوف انرجي نيدد علشان ريموف الاوتر موست الكترون. في واحد من الاتومز لازم يكون صغير. بابا الايونيزيشن بوتنشال في الميتال لازم يكون صغير، وفي النون ميتال لازم يكون كبير. فهو بيقول لك ان لازم علشان تتكون ايونيك بوند لازم يكون عندك واحد من الاتومز الايونيزيشن بوتنشال بتاعه قليل. يعني بيلمح، عايز يقول ان لازم يكون فيهم ميتال، بس ما لهاش بصيغه مباشره بس. فهمتي يا ماما؟ فده معنى الكلام. ولما قريناهم كلهم لقيناها هي انسب واحده. طيب يلا نمبر 4. which of the following is not a chemical bond؟ مش chemical. طلع الفيزيكال بسرعه. طلع الفيزيكال بسرعه. اسرع. سي ميتاليك. شكرا جدا حبايبي، بارك الله فيكم. which of the following is not commonly associated with both؟ ايه ده؟ NH4 plus H3O plus. ايه ده؟ دول الاثنين دول كوردينيت ليه كده؟ is not commonly. not commonly يعني حاجه غلط ما بتصفش الاثنين دول، ولازم هما الاثنين مع بعض. يعني هما الاثنين مع بعض البوث كده. اديني جمله غلط مع كان في ثلاثه صح، ولازم تكون متاكد ان في ثلاثه صح. اه they are cations. ده cations جدا، ما هم بوزيتيف اهو. they are formed by coordinate bond with proton. فعلا جدا فعلا جدا بيتكونوا بcoordinate bond مع بروتون. يعني اصلا NH4 ده كان اصله NH3 بلس H بلس. مين اللي معترض؟ وده كان H2O بلس H بلس، يعني ده كده اصلا جاي من coordinate bond، ودي كمان صح.
دخلنا بقى على they are oxidizing agent they are reducing agent. خد بقى الكلام ده بقى معايا بابا. كلمة oxidizing agent معناها الحاجة نفسها بيحصل لها reduction. الحاجة نفسها بيحصل لها reduction. طب they are reducing agent معنى كده ان الحاجة نفسها بيحصل لها oxidation. الحاجة نفسها بيحصل لها oxidation. ملوش دعوة ببيزس او acids، ملوش دعوة. يبقى انت دلوقتي كده بتسأل سؤال، دولت بيحصل لهم oxidation ولا reduction؟ دول بيحصل لهم oxidation ولا reduction؟ reduction معناها ان هم بيجين الكترون، oxidation معناها ان هم بيلوز الكترون. خد بالك انت معاك NH4 وعليه بوزيتيف ايون، بيحصل لهم ايه؟ دول بيأتراكت النيجاتيف بعد كده. دول بيأتراكت النيجاتيف بعد كده. يعني ايه بيأتراكت النيجاتيف بعد كده؟ يعني ده عليه بوزيتيف تشارج، بيأتراكت النيجاتيف كأنه عايز يجين، كأنه عايز يجين. طب هو نفسه كان جين هيدروجين، مش الجيننج هيدروجين. ارجع بيك للديفينيشن بتاع الريدكشن والاكسيديشن. ايه الحاجه اللي بتعمل جين للهيدروجين؟ وايه الحاجه اللي بتعمل لوز للهيدروجين؟ لما اقول لك جين هيدروجين معناه ايه؟ معناه ريدكشن. يبقى هم اوكسيدايزنج ايجنت. ليه يا بابا؟ هم جين هيدروجين. جين هيدروجين. شكرا يا احمد يا جمال. بابا يعني ايه جين هيدروجين؟ مش كان NH3 واخد اتش؟ مش كان H2O واخد اتش؟ طيب جيننج هيدروجين ده معناه ايه؟ معناه ريدكشن. طب لوزنج هيدروجين معناه اوكسيديشن. طب ده انا ما اقدرش اقول على ده ان هو حصل له اوكسيديشن. تاني يا شهد، تاني يا بابا، نمسح الشغابيط دي كلها. انا دلوقتي علشان اكون كل واحد من دولت ال NH4، ال NH4 ده علشان يكون كان NH3 كان في حاله جدا جدا واخد له هيدروجين بروتون فتحول NH4. حتى ال H2O، ال H2O، H2O زائد ال H بلس فبقت كده. بابا ده كاتاين، ده وده كاتاين، ده وده فورمد باي كوردينيت بوند. ده وده جين هيدروجين، جين هيدروجين. يعني ايه جين هيدروجين؟ يعني بيحصل لهم ريدكشن، يعني هم اوكسيدايزنج ايجنت. فدي كمان صح، فانا مضطر اسيب ايه؟ اسيبها واقول which is not commonly associated. يعني الجمله الغلط بيتكلم على الجمله الغلط. ايوه يا احمد بيتكلم على الجمله الغلط، فانا مضطر اختار دي. هم مش بيحصل لهم اوكسيديشن، هم بيحصل لهم ريدكشن، لان هم بيجين هيدروجين في الطبيعه بتاعتهم. فهمنا حبايبي؟ فهمنا ازاي الاثنين دول بيجين هيدروجين علشان يكونوا الاين ده بالكوردينيت بوند. معنى كده ان هم بيحصل لهم ريدكشن. طيب ما دام بيحصل لهم ريدكشن يبقى هم الاثنين اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى الريدكشن هو اللي بيحصل. طيب ما دام الريدكشن هو اللي بيحصل يبقى انت بتتكلم في ايه؟ في ان انت اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى دي جمله غلط مش معبره عن اللي بيحصل. فعشان كده قال لك not. يعني ايه؟ انا اخترت دي. اه ال NH3 هو اللي بيحصل له ريدكشن. ايوه يا شهد. خلاص حبايبي وصلت؟ ال NH3 نفسه بيحصل له ريدكشن. تمام يلا نشوف اللي بعده. which of the following contain the weakest bond؟ اضعف بوند يا احمد، اضعف بوند. ها، اضعف بوند. صوديوم بروميد الايونيك. حد بيتكلم على الايونيك يا شباب؟ ده الايونيك بوند دي اقوى بوند على فكره. ماجنيزيوم اتوم، ماجنيزيوم اتوم دولت ميتالز يبقى دي ميتاليك بوند. على فكره الميتاليك بتبقى حلوه قويه. ووتر مولكيولز، ووتر مولكيولز دي جواها حاجتين، في كوفيلنت جوه الووتر مولكيول وفي هيدروجين بتربط الاثنين ببعض. وعلى فكره الاثنين اقوياء. ازاي سبتوا دي؟ الارجون اتومز بتمسك بعضها بايه؟ الارجون مونو اتوميك. الارجون ده جاس وارجون تاني جاس بعاد عن بعض جدا، والبوند اللي بتربطهم فاندر فال فورسز. قوه ضعيفه جدا جدا اسمها فاندر فال بوندز. دي فورسز، فيزيكال فورسز. فاندر فال، بس هي بتتنطق في ولكنها دبليو. فال فورسز. لا مين اللي قال كده؟ الايونيك بوند. الايونيك بوند قويه جدا يا ريم. ده الكريستال لاتس يا ماما قويه جدا. اكتر المركبات يا ماما يكون عندها هايست ميلتنج اند بويلينج بوينت هي الايونيك بوندز. الايونيك بوندز قويه جدا. ده الفيزيكال اقل قوه من الايونيك، والايونيك اكتر قوه من الكوفيلنت كمان. تمام؟ فيا بابا الايونيك بوند قويه، الميتاليك بوند قويه، الكوفيلنت والهيدروجين قويه. انما اللي ضعيف ايه؟ اللي ضعيف حاجه بتوين اتومز كده زي الجاسس كده مونو اتوميك، دي اسمها فاندر فال فورسز، ودي ويك اتراكشن فورسز، فيري فيري ويك اتراكشن فورسز. فدي ارجون اتومز. مفيش ايوه يا احمد، مفيش يا بابا اي بولاريتي تربطهم ببعض، مفيش اي حاجه تربطهم ببعض. فالرابط ما بينهم حاجه ضعيفه جدا جدا. تمام؟ في ولكن ضعيف قوي قوي، ودي نوع من انواع الفيزيكال ايه فورسز. تمام الشطار؟ يبقى دي معلومه عندنا نسجلها. خلاص اللي بعده. most
atoms tend to reach the octet structure. معظم الاتومز مريومه حبيبتي tend to reach الاوكتت structure. ماشي، الا الاكسبشنز اللي قلنا عليهم. Which of the following is correct about covalent bond that form a molecule of carbon dioxide؟ بص الجمال، اعطي لك اتوميك نمبر مع انه بعد كده مش هيدي لك. كربون دايوكسيد ادي السي، الفور ايه ها بتشارك باتنين هنا واتنين هنا، مش هتكلم كتير على فكره، انت تختار من سكات. وبعدين تيجي الاو، ما هي كربون دايوكسيد سي او 2 بقى، تيجي الاو تشارك باتنين كده، تخلي نفسها لومبير، يعني تحب تبر نفسها كده ويبقى عندها لومبير كده، ودي تشارك باتنين هنا وتخلي نفسها لومبير. انا ساكته بقى، ساكته ومستنيه بقى الناس عماله تقول دي وناس عماله تقول حاجات. ما نشوف دي. each oxygen atom shares 2 electron and the carbon atom share 4 electron. صح صح، كل واحده اكسجين each oxygen share 2. الاكسجينيه دي هتشير ب 2 ودي كمان هتشير ب 2، انما الكربونه هتشير بكام؟ بكل اللي حالتها. الاحمر ده هي شاركت بالاربعه بتاعتها. فين المشكله؟ دي طبعا اللي صح طبعا. هو سي كانت مشكلتها ايه؟ قال لك both carbon and oxygen share 2 electrons. هو يقصد كنت تقصدي جنب واحد ناحيه واحده، لكن لقيت اجابه افضل منها. هو ده حبايبي اللي بقول لك ايه، لازم نقرا الاجابات كلها. يعني في ناس الاول قرت الاجابه دي وافتكرتها انها تنفع فعلا، وهي فعلا تنفع لو كنت بتكلم على ناحيه واحده، الكربونه مع اكسجينه، الكربونه مع اكسجينه. اه خباثه فظيعه يا مريومه. اما كمل حبيبتي قرايه، لا كده صح، هو ده اللي صح. تمام. معلش يا مريم، معلش، صايمين بقى ومش هنضيع بقى صيامنا في العشر الاواخر بقى خلاص. فعلا بقاش في اي ثقه. يلا مع بعض نشوف 8 حبايبي، 8 8 8 8 8. يلا شطار. which of the following figure represent orbital of carbon atom in its hybridized state؟ العسل ده hybridized ماشي. in ethylene. مين حبايبي ده؟ والله راجل طيب، والله والله راجل طيب، محدش هيعمل لك كده، محدش هيدي لك C2H4 دي في الامتحان ابدا. ولكن انت اول ما تسمع ايثايلين وتعرف انه SB2 تعرف ان انت هتسيب واحد فرداني، هتسيب ال2BZ. واخده بالك يا شات؟ مين بقى حبايبي؟ مين الSB2 ويسيب واحد فرداني عشان يعمل منه واحده باي؟ برافو برافو برافو، هو ده طبعا. يبقى شفت الجمال ده؟ يبقى ده كده يوفر عليك بدل ما يجيبوا لك في سؤال مقالي ترسمه، ان ممكن بعدين يجيبوا لك في سؤال ايه؟ مقالي. خلاص حبايبي؟ طيب يلا غيروا مع بعض الحلوين. which of the following correctly compare hydrogen fluoride with water؟ الجمال ده. خد بالك السؤال ده تريكي على فكرة، خبيثة يا مريم. بيقارن ال H2O بال HF. ركز في الخبز اللي جاي. هديك دقيقة عشان ايه ما حدش يضحك عليك. شطار بيقولوا ايه؟ water molecule، ما شاء الله متسرعين، have a stronger hydrogen bond than hydrogen fluoride molecule due to the presence of two lone pairs of the electrons on oxygen atom. لا، مش مظبوطه معايا كده، لا مش حاساها. تعال نشوف بيه كده. hydrogen fluoride molecule has a stronger hydrogen bond because there are a higher، ايوه يا عم كده، higher difference في electronegativity between their atom. حبايبي هو بيتكلم على البوند الفرداني جوه ده والبوند الفرداني جوه ده، ما اتكلمش على المولكيول از هول وجاب سيره البويلينج بوينت. لما تحب او تفهم ان هو عاوز يتكلم على المولكيول بصفه عامه، لازم يتكلم على البويلينج بوينت. هنا كده هو بيقارن بوند واحده اتش ماسكه مع اف او او ماسكه مع اتش، هتعمل بقى هيدروجين بوند. بيقارن واحده بواحده، لا، واحده بواحده. الميه مش جواها هاف هيدروجين بوندنج اقوى من الاتش اف، لا، هي عندها larger number of hydrogen bonding ولكن مش stronger. السترونجر الاتش اف. ليه؟ هو قال السبب due to the high difference in electronegativity between their atoms than there is between water molecule. يعني ال HF عنده difference في الالكترونيجاتيفيتي اعلى، فالبوند نفسها اللي هتتكون مع ال HF اقوى، ولكن العدد في الاخر. لو كان بقى اتكلم يا حلا على البويلينج بوينت، قلت لك ان السؤال ده خبيث، لو كان اتكلم على البويلينج بوينت كنت اخترت ايه؟ قلت ان الميه هي اقوى. فهمتي؟ تمام حبيبتي، فهمتيها كده؟ وصلت؟ هو كده بيقارن البونز يا قلبي. وعرفت منين ما جابش سيره البويلينج بوينت؟ اعرفي ان ده المفتاح، البويلينج بوينت هو المفتاح. هي الاسئله التريكي دي مهمه قوي ان احنا نقعد نناقشها كده مع بعض يا حبايبي. طيب اللي بعده which of the following is considered the reason for a strong ionic bond in sodium chloride؟ عاوزين سبب يا استاذ كريم. الناس بتتسرع، بي شكل كل عطا على بي. طب انا هقرا بي. صوديوم كلورايد. ايه اللي خلى البوند في الصوديوم كلورايد قويه؟ خد بالك ان دي ايونيك، يعني ده هيسيب لده، ودي تبقى بوزيتيف ودي نيجاتيف. Its two elements are located in the two terminals of the periodic table. شكلكم صح.
does the difference in electronegativity greater than. والله شكلكم صح، شكلكم صح. البوند هنا قوية بسبب إن واحد في الشمال، واحد في الشرق والتاني في الغرب. واحد في ال1A ده الصوديوم، واحد في ال7A، فالديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي كبير جدا جدا، يكاد يكون اعلى ما يكون. تمام كده حبايبي؟ فعلشان كده الايه البوند دي قويه خالص. طبعا هنا بيقول لك ranges between 0 و 0.4، طبعا ما ينفعش. وهنا ranges between ده ما ينفعش، equal 0 اسم الله عليه ما ينفعش. يعني هي اللعبه كلها في الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اصلا بس. تمام. يلا نشوف اللي بعده. The stereo structure of any molecule is represented by the formula. حبايبي دي بتاعت الفيسبر. According to the previous statement, what is the correct formula represented the solid shape of ammonia؟ يلا اديني الامونيا NH3. شكرا كريم. ها، السنترال اتوم هي ايه؟ وكام اكس وكام اي وكام الكلام ده كله؟ الناس بتختار ايه؟ AX3M where M equal 1. لا مش هتنفع 2، مش هتنفع 3، مش هتنفع 0، لان ال NH3 عنده لون بير واحد. برافو عليكم. يعني الابريفيشن بتاعه AX3E. برافو. والنيتروجين in the central atom. برافو عليكم. سيرين حبيبتي شطوره. كريم احمد بارك الله فيكم. تمام حبايبي؟ شطار جدا جدا. طب يلا نشوف السكيل ده. بص كده، ده بنجيبه سؤال في الامتحان عادي جدا. نجيبه كله كده ونسألك A B C، اختار جملة صح. According to the diagram determine the type of bond A B C D respectively. فبقول لك اختار حاجة صح. يعني بص كده ايه اهي. فهو هنا بيتكلم على ايه؟ طب هنا B مرة هيتكلم على كده بيتكلم على ايه؟ مش واخدة بالي. تمام. فاهمين ازاي؟ يعني كل مرة بيتكلم على واحدة، كل مرة بيتكلم على واحدة. خلاص. هو بيقول ايه هنا بقى؟ A non-polar covalent bond، بعدين an ionic bond. هو بيجيبهم بالترتيب. هل دي non-polar وبعدين covalent؟ لا، أول واحدة pure. فأنا بدور على اختيار بيجيب pure في الأول، يبقى أنا كده مش حابة كده. هو جايب أساميهم بالترتيب، يبقى دي pure covalent ودي pure covalent. اللي بعده non-polar، اللي بعده جايب هنا بولر، ما ينفعش، يبقى نون بولر، يبقى هي دي. طب اللي بعده بولر، هي دي. بعدين ايونيك اللي هي دي. شطار حبايبي. يبقى هي بي اللي صح. يبقى هو جايبهم بالترتيب. ده انا تخيلت ان هو ايه، هيتكلم عن واحده واحده لوحدها. لا، كده هو جايبهم بالترتيب. يبقى بيور، نون بولر، بعدين بولر، كوفيلنت، كل ده بعدين ايونيك. حبايبي يحفظوا الترتيب بتاع البونز ده. تمام شطار. برافو. اللي بعده which of the following had the least polar bond. ازاي مش عاطي الفاليوز بتاعت الالكترونيجاتيفيتي؟ شغل دماغك. لازم تكون عارف الليست بولار بوند، لازم تكون عارف. حافظين السي مع الهيدروجين، الكربون مع الهيدروجين ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي 0.4. اما الثلاثي ده بتاع الهيدروجين بوند، ده الثلاثي المرعب اصلا. تمام، ده الثلاثي المرعب اساسا. صح يا احمد بارك الله فيك. طب يلا حبايبي. Why is the bond angle in water molecule less than in ammonia؟ ليه؟ طبعا يا شهد، لو كان في حاجة بيور كان هيبقى ليها الأولوية يا قلبي طبعا. ليه حبايبي البوند في المية أقل 104.5؟ ليه يا عيني أقل من الأمونيا يا عيني NH3 يا عيني؟ شكرا يا أحمد. 107 ليه يا عيني؟ الله ينور عليك حبيبي مريوم، الله ينور عليك يا قلبي. Water molecule has two lone pairs of electron which increase the repulsion between them. فبتضيق يا عيني على نفسها البوند. يبقى الووتر هي اللي عندها لون بير. شاهد ممتاز. تمام حبايبي؟ برافو. The angle between covalent bond of a molecule is determined according to الانجل repulsion between اللون بير والبوند بير. حلو يا عم العقل ده كله، ده عقل جامد جدا. Which of the following represent the best order؟ مين الشطار؟ شاهد احمد بارك الله فيكم. اكبر repulsion لون بير لون بير، بعدين لون بير بوند بير، بعدين بوند بير بوند بير. ايه الجمال ده؟ هي دي طبعا. يبقى حبايبي ده سؤال كانه بيسمع معاك، كانه بيسألك تسميع كده. مريومة. تمام حبايبي برافو. يلا نشوف غيره. Which of the following is not true about sp3 hybridized orbital؟ ايه ده not true دي؟ بتلخبطنا not true دي. مش صح. لازم اتاكد ان في 3 صح. sp3 s زائد 3 b. بعته يا احمد حبيبي، بعتيه يا قلبي. بعتيه على الجروب من يجي ساعه وشويه كده. طبعا لازم نحله تاني طبعا. تمام. اس زائد 3 بي. ده ماله؟ ده تتراهيدرال. يلا انا عماله ايه اقول اهو تتراهيدرال. الانجل هنا 109.5. يعني انا عاوز كل البيانات دي صح. دور على الغلطه بقى.
and s orbital overlap with 3p orbital forming a set of 4 hybridized orbital. each of them is called sp3 hybridized orbital. ايه مشكلتك في ايه يا شهد؟ ما زي الفل اهي، زي الفل اهي، دي ممتازة. شوف دي، طيب حاضر نشوف دي. and s orbital overlap with 3p orbital forming set of 3. ضحك عليكي، set of 3 hybridized. لا، ما هو لا، ما انا اشوف عماله اقول ايه، not. تمام، انا عماله اقول اهو، يبقى دي صح ودي صح ودي صح ودي هي اللي غلط. ازاي؟ لازم عدد الاوربيتالز قبل الهايبردايزيشن قد عدد الاوربيتالز بعد الهايبردايزيشن، صح يا قلبي؟ تمام. عارفه يا شهد حل القصه دي؟ انا فاهمه يا قلبي. حل القصه دي انك دايما تقري الاختيارات كلها. انا عارفه دلوقتي ان احنا بنحل ايه في سباق للسرعه، يعني انا عارفه، لكن في الامتحان يا حبيبتي بقى وانت بتحلي في البيت، حل ان انت تاخدي بالك من نط ومش نط. لما تقري الاختيارات كلها تبصي تلاقي نفسك ايه ده، في اختيارين صح، ايه ده التالت جه صح، فاهمه؟ فتبصي فوق فتقولي دي نط. يبقى حل القصه دي علشان تعالجيها عندك، اكدي على نفسك انك تقراي الاختيارات كلها دايما. تمام. طب يلا 17، ليه غلط الاخيره؟ حاله حبيبتي، اوربيتال من الاس هيك اوفرلاب مع 3 من البي علشان يدي 3 هايبردايزد ولا 4؟ 1 اس زائد 3 بي، الناتج يبقى كام هايبردايزد اوربيتال؟ هو بيقول 3 هايبردايزد، فاهمه؟ هي الغلطه في 3 يا ماما، اتفقنا؟ وبيقول لك كل واحده منهم اسمها اس بي كمان، دي غلطه تانية، لا كل واحد يبقى اسمه اس بي 3 مش اس بي خالص. خلاص حبيبتي. يلا 17، determine the type of bond formed between two atoms of chlorine. ايه ده، Cl2 الاثنين ولا ايه؟ طب انتوا كده اخترتوا ايه؟ اخترتوا ايه؟ ايوه صح كده، دي برافو، pure covalent bond، صح pure covalent، برافو. 18 how many sigma bond and pi bond in ethylene؟ حبايبي يبقوا حافظين الايثايلين، C دبل بوند، C اتش 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 اتش. بسرعة، 5 سيجما، انت شايف 5 قصيرين، واحدة باي. يبقى حبايبي لازم نكون حافظين الرسمة، فأنا أرسم فافتكر، مش محتاجاك تحفظ عدد البوند خالص، أنا بس عاوزاك تبقى حافظ الرسمة بتاعتك، أنت هتعرف تحل لوحدك. طيب اللي بعده an ammonium hydroxide، بص الجمال ده بقى، NH4OH contains more than one type of bond. Which of the following is not؟ هو ده بقى ست شهد اللي انت دايما بتقولي في ثلاثه، هو فعلا في ثلاثه، في كوفيلنت فعلا وكواردينيت فعلا وايونيك فعلا. ايه اللي جاب دي بقى ان شاء الله؟ فين الميتال بقى هنا عشان يبقى ميتاليك؟ خير، صحيح، صح كده يا شطار. يبقى هي دي قلبي اللي انت دايما ايه كل ما تشوفيها تروحي خابطه فيها 3 بوند، هي دي فعلا. طب حبايبي يلا 20 الشطار. Which of the following is correct about heating a mixture of iron filling with sulfur powder؟ الجمال ده، انا هسخن Fe ده solid مع السلفر ده solid برضو، بس هسخن heating، عارفه انا لو سبتهم كده افصلهم بالماجنت. formation of iron 2 sulfide، تسلم يا احمد بارك الله فيك، يكون FeS، هو ده الايرون 2 سلفايد. ليه؟ لان ده هيتحول لكيميكال رياكشن، بوند بريك هنا، بوند بريك، وهناك كده بوند فورميشن، برافو على الحلوين، فده كده ماشي يا شهدي يا قلبي. خلاص حبايبي. خلاص، حاضر بالراحه، حاضر، ما انا أصلاً عايزه اخلصهم كلهم النهارده. ايوه بي if it's not heating، شطوره يا فطومه. يلا نشوف غيره. according to Lewis dot diagram، بص القمر ده، how many، معلش دي لازقه في دي، how many لومبير، ايه ده، and بوند بير، إيه العسل ده؟ ادي واحد لومبير، بومبير بومبير بومبير، فين الاجابه الصح؟ واحد بس لومبير، بي صح، واحد بس لومبير، 3 بومبير، ناخد بالنا، واحد بس لومبير 3 بومبير، اللي فوق ده هو اللومبير الوحيد، بوند، وده بوند بوند بوند، يبقى ده لون و3 بوند. تمام. which of the following has ionic properties but doesn't conduct electricity؟ يعني والله حاجه تزعل، ميتال ونون ميتال وفي لاتس، والواحد والله زعلان، لا يا احمد، didn't conduct electricity، ده ايونيك جدا وده ايونيك جدا وده ايونيك جدا، ده المسكين، ده المسكين، شكرا يا شاهد، هو ده الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاعته 1.5، فمسكين يا عيني. برافو، تمام كده شطار حبايبي بارك الله فيكم. اللي بعده which of the following compound has a linear molecular geometry؟ اختار لي واحد linear. الاس او 2 ده عامل كده، ايه يا عم ده بنت، السي اتش 4 يا عم ده تتراهيدرال، بنت ازاي يعني linear ازاي؟ الاتش 2 او ده بنت جدا، مين ده؟ السي او 2 كده وكده عشان ما فيش لون بير، برافو عليك، برافو برافو برافو، تمام حبايبي. يبقى هو ده الوحيد اللي linear في الموضوع ده. اللي بعده
which of the following is correct when comparing water and ammonium molecules؟ مين اللي صح لما نقارن الاثنين ببعض؟ يلا انا هكتب كده الووتر H2O، وهكتب كده الامونيا NH3. اما اشوف في ناس بتقول ايه، في ناس بتقول سي، ولا ايه دي قديمه شكلها. ووتر، اما نشوف سي. water has more polar covalent bonding than ammonia. هنا بقى الكلام صح. الميه بتعمل 4 هيدروجين بوند، ده غير كده ان الديفرنس بين الاو والاتش اعلى من الديفرنس بين الايه، الان والاتش. هي سي فعلا. because water has a higher difference in electronegativity between its atoms. يبقى حبايبي نيجي نرتبهم كده في النيجاتيفيتي. اتش اف اعلى حاجه، بعدين او والاتش تاني حاجه، بعد كده الان والاتش تالت حاجه. ايه رايكم في الترتيبه الحلوه دي؟ ممكن بقى نرتب كده. خلاص احفظ لي الترتيبه دي. فهنا كده الميه هي الاعلى من الامونيا. طب حبايبي which of the following molecule had the largest bond angle between covalent bond؟ بص العسل، اعطيني الارقام. والله انت راجل طيب، والله يا ريت الناس اللي بيحطوا الامتحانات طيبين زيك كده. اوعى تتعودوا على كده، محدش بيدي الكلام ده. مين اكبر بوند؟ مين اكبر بوند؟ مين اكبر بوند؟ شهد. في حاجه متلخبطه، في حاجه طايره. يعني الاف، انت بتتكلمي على الاو مع الاف. يعني لخبطتي الحاجات كده، مش عارفه ايه اللي ملخبط. انا بتكلم اتش اف واو اتش وان اتش، يعني انا جايبه اتش اتش اتش، انت عاوز تدخلي او. لا دي قصه تانية يا شهد. انت تقصدي اوهات ولا اتشات؟ لو اتشات اللي انا عاملاه ده هو اللي صح. الاتش اف هي الاول، ماشي، انت كده لخبطتيهم. بعد كده الاو وبعد كده الان. اتشات كده صح. ماشي خلاص. يلا حبايبي اديني اكبر انجل. ايوه هي دي 180، برافو. طب ما تيجوا نسجل الانجلز بقى. ايه ده، مش شطار كده وحلوين، ما تدوني الارقام. كام دي؟ بسرعه. صح يا احمد، برافو 109.5. بي اسرع. برافو برافو برافو. حبيبتي حلا 107، بارك الله فيكم. طب ده 120، ايه الجمال ده؟ طبعا دي اكبر انجل فعلا، ده اللينير. صح كده حبايبي. تمام. انا بس بختبر مذاكرتكم بس، ما تخافوش. 26 which of the following is correct about covalent bond that is found in HCl؟ HCl جميل، ال HCl ده strong acid جميل جدا ال HCl. ماله بقى؟ خد بالك ان الكلوراين كده وعنده 3 شايلهم لنفسه، والهيدروجين مسكين هو ده اللي حالته بصراحه ما عندوش حاجه. وهو ده بولر كومباوند يا عيني، لان اكيد النيجاتيفيتي بتاعه الكربون الهيدروجين مسحوبه كده. الشطار بيقولوا سي. اما اشوف chlorine atom attract the bonding electrons and correspondingly acquired a partial negative charge. ايه العسل ده؟ يعني الكلوراين هتسحب كده، بصوا كده. يعني بصوا النيجاتيفيتي مسحوبه ازاي، وهنا الكلوراين ده البارشال نيجاتيف وده البارشال بوزيتيف فعلا طبعا. مين اللي يقدر على اتوم عندها 3 لون بير؟ مين اللي يقدر عليها؟ تعرف يعني ايه 3 لون بير؟ يعني الالكترون دينستي عاليه جدا، مرعبه مخيفه. مين اللي يقدر عليها؟ مش عارفه يا فاطمه، شكلها كلها مظبطه سي صح. اللي هو لو حد مسك ال 60 سؤال دول عملهم سي هينجح. اللي بعده fill in the blank the bond angle في الاس بي 3، وهتطلع سي دي كمان. في الميثين مولكيول مالها؟ والله سي برضه 109.5. ماشي صح كده. ده الميثين حبايبي اللي هو السي اتش 4. صح يا حلا. اللي بعده ده الفاليوز بتاع الالكترونيجاتيفيتي. والله راجل طيب، والله والله راجل طيب ومحترم. which of the following، كأننا مش شايفينهم، اهو 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 شطبت عليهم. which of the following is an example of non-polar. ما حدش هيدي لك دول، انسى، ده الناس دي بتدلعك. السي اتش صح كده، السي اتش. ليه؟ لان انا عارف ان السي اتش 4 والاتش 2 اس هما الاثنين اللي ايه، اللي اقل حاجه في البولاريتي. ما بالك بقى لما يبقى راجل طيب كده وابن ناس ويدي لك كمان الفاليوز، فانت تطرح بنفسك وتجرب بايديك. فاهمين ازاي؟ اخيرا ايه، الحمد لله كسرنا النحس. which of the following is correct about the structure of acetylene؟ ما تقولش يا كريم، ما تقولش يا كريم ده اسي تاني. اسيتايلين كده. كده واحده هنا واحده هنا، يعني سيجما وسيجما 2 يبقى اس بي. صحيح، تاني سي. تمام صح، يبقى انا بعد بعدد السيجما يا شطار، برافو عليكم. اللي بعده what is the possible combination؟ تمام of A Z L that have atomic number. ما تيجوا نشوف الاتوميك نمبرز كده. 19 2 8، ايه ده 2 8 ادي كده 10، 8 كمان ادي كده 1. طيب 18، ايه ده 18 ده اصلا مش هيكومباين مع حاجه اساسا. ده ال 18 ده الارجون، عارف ال 18 ده ايه؟ الارجون. يعني كده ده النص كده الاي، هو ده الاي.
ده الزي، ده كده ارجون، مش هيكومباين مع حاجه. ليه؟ لانه 288 ده كده نوبل جاس. 17 بقى اللي هو ال ده كده ال 288 287 حبايبي، ده كده الكلوراين من الاخر. وده كده البوتاسيوم. والله يا احمد بارك الله فيك، ده كده البوتاسيوم وده الكلوراين. هينكومباين مع بعض ازاي؟ كي سي ال. يعني مين الاول؟ ال 19 اللي هو الاي كتب الاول، وبعدين ال 17 اللي هو ال اي ال. شكرا يا شاهد، والله ما كنتش بصيت بس. يبقى هو ده الاختيار الصح، اي ال. تاني يا حلا حبيبتي، جايب لي elements A و Z و L. تاني امسح لك الشغبيط دي. A و Z و L جايبهم ورا بعض. ال A يا بابا جايب الاتوميك نمبر بتاعه 19 اللي هو الكونفيجريشن بتاعه، احسبي كده معايا 2881 ده البوتاسيوم. جايب الزي ده ارجون 18 288 288 ده كده نوبل جاس مش هيتفاعل مع حد، فاي اختيار فيه الزي او فيه الزي مش هختاره. طب 17 ده ال ده الكلوراين Cl 287 287. حبيبتي حاجه من ال 7A مع حاجه من ال 1A يتفاعلوا، ده يبقى بوزيتيف 1 وده يبقى نيجاتيف 1. واللي من ال 1A كتب الاول يبقى A الاول وبعدين ال L، زي بالظبط ال KCl. تمام كده؟ وصلت؟ CL كانت هتبقى صح لو كان دي CL كانت هتبقى صح. لو كان ال L مكان ال A يعني. تمام. فهو بيقول لك ايه هو ايه الكومباينيشن اللي ممكن يا بابا، ايه الكومباينيشن اللي ممكن. فهمتي؟ فده الكومباينيشن اللي ممكن يحصل، ايونيك كومباوند بالشكل ده. انما اي حاجه داخل فيها الزي اللي هو 18 اصلا النوبل جاس مش بيدخل في تفاعل. والاي 2 ده ميتال. الكلام ده لو كان عمل دي بقى يا احمد ال 2 اللي هي الكلوراين، بس هي ال 2 كانت تنفع. تمام. مين السي ال ما تنفعش؟ فين السي ال؟ ما نفعت يا ماما، ما هي الكي سي ال نفعت. انما الاي 2 دي كي البوتاسيوم، هل ينفع يبقى عندك كي 2 بوتاسيوم داي اتوميك كده؟ هل في حاجه اسمها ميتال كده داي اتوميك بالشكل ده؟ فهمتي؟ ال... اه يا بابا الاي دي ريبريزنتنج البوتاسيوم مش ريبريزنتنج الكلوراين، ال هي اللي ريبريزنتنج الكلوراين. انت بس مش مركزه بس مين تبع مين. وصلنا للنص الحمد لله. بس محتاجين نشد حيلنا اكتر من كده. فهمتي يا حلا يا بابا؟ يا حبيبتي انت محتاجه بس تقري السؤال كويس، مين الاي مين الزي مين ال بس. انما هي سهله خالص خالص. طب يلا نشوف كده ايه. بدأ من الاول تاني. which of the following bond is the most polar؟ مين من البونز دي most polar؟ مفيش بريك ولا دقيقه يا احمد، ولا دقيقه. نخلص الاول، خلص الاول دولت وبعدين اديك بريك، بس خلص دول الاول. مين الموست بولر؟ مش هعطي لك هنا فاليوز الكترونيجاتيفيتي، اعرف منين يا مس؟ دور على المشاهير يا حبيبي. او اتش، ان اتش، اف اتش. هو مش كل مره هيدي لك. ايوه هي دي، اكيد دي بزيرو، ودي من المشاهير. طب دي لو ما كانتش موجوده كنت بصيت على دي. تمام. طب انا عاوزاكم كمان بعدين عارفين، اطلب منكم طلب، دوروا على الفاليوز بتاعت الالكترونيجاتيفيتي. ندور على الفاليوز بتاعت الالكترونيجاتيفيتي لما يكون في حاجه فيها ايه لبس كده، زي البي ار مع الاتش والان مع الاتش. تمام، لما يكون في حاجه زي كده. ولكن حبايبي، ما انا عارفه ان هو من ال 7 اي بس الراديوس بتاعه كبير تحت، فممكن تكون الالكترونيجاتيفيتي بتاعته قليله يا مريومه. فهماكي يا قلبي، فاهمه دماغك بتفكر في ايه. تمام، بس الراديوس كبير، يعني في فلوراين قبليه وكلوراين، فالبرومين ده متلقح تحت. خلاص، فهي في الغالب ما هتطلع البي. تمام تمام مظبوط. البرومين 2.8 والنيتروجين 3 على فكره 0.5. 2.8 والنيتروجين ده هيطلع 3.5 في الغالب. لا كده احنا صح، هو ده. تمام يا احمد يا جمال. تمام، شكرا حبيبي، انت جبت الفاليو، شكرا. تمام كده اطمنا وتاكدنا. طب يلا نشوف اللي بعده. the geometry بيقول لك the geometry of bonding in the same in all is the same in all of the following molecules except for one. في واحد الجيومتري بتاعه مختلف. في واحد من دول الجيومتري بتاعه مختلف. ايه رأيك؟ ال SO2 في هنا لون بير وكده وكده، وده كده. ايه ده؟ بتألفوا خلاص وانتوا مش عارفين الاوزون اصلا بيترسم ازاي؟ طب ما تبصوا على ده، بي اي وكده وكده. في ايه؟ بنألف. ما الاوزون الشكل بتاعه AX3 على فكرة. ما تألفوش. لا بالظبط كده. لا ما تفتيش يا حلا.
مش إن شُفتِ حاجة ما تعرفيهاش يا حلا، بالعكس ده أنتِ اللي ما تعرفيهوش ده، اللي ما تعرفيهوش حاولي إيه، يعني تتجنبيه وتدوّري على حاجة تانية تعرفيها. تمام، يعني عندي مشكلة ومش عارف الأوزون، أنا مش عارفه، اركنه دلوقتي يا حلا، خلّيه دلوقتي، أنا مش عارفك أنت مين يا عم أنت، أدوّر على اللي أعرفه، طب إن ما لقيتش بصراحة أضطر أرجع له، يعني في الآخر، بس خلّيني الأول، تمام، بالضبط كده، خلاص حبايبي، اتفقنا؟ طيب، على فكرة الأوزون من الحاجات اللي الstructure بتاعها الmolecular structure بتاعها unstable، عشان كده هو مش موجود في الهوا كتير، بيتكوّن في طبقة معيّنة من الأتموسفير بسبب الultraviolet وبيتكسّر بعد شوية، يعني أصلًا unstable structure تمام، هو AX3 ولكنه unstable structure. طيب which of the following molecule had the highest boiling point؟ مين الشطار؟ دي حاجة محفوظة، أعلى boiling بيعرف يعمل 4 hydrogen bond بيعرف يعمل 4 والله يا أحمد باعت لنا شكل أهو لل بس مش عارفة أنزّله دلوقتي كده يا أحمد، نزّلته والله، نزل بس مش هابقى عارفة نزّلته فين، ماشي، شوية وأفتحه لكم. فعلًا، فعلًا AX3 فعلًا، جميل جدًا، شكرًا يا أحمد، هارسمه لكم دلوقتي، ده بيترسم في 2 structure بُصّوا كده، جزاك الله خيرًا يا أحمد، بُص يا بابا O وأحيانًا يسيب double bond هنا، وأحيانًا ويبدِّل واحدة مكان واحدة ويحط charge برضه حاطط لك هنا AX2E يعني الصَّم بتاعه 3 هو angular كده angular تمام حبايبي؟ الشكل بتاعه angular وينقل الcharge من مكان لمكان. طيب حبايبي مين اللي عنده higher خلاص اتفقنا الH2O تمام كده. يالّا نشوف اللي بعده. Which of the following compounds has molecules containing 3 bond ده الأوزون، أيوه يا شهد الأوزون يا قلبي. 3 bond pair 1 lone pair إيه ده بُص هو عاوزه إزاي AX3E عاوزه كده 3 bond pair 1 lone pair ركّز وصحصح لنفسك هي الB فعلًا، فعلًا هي الB. شوف الراجل الطيب بيدّي لك atomic numbers على أساس إن إحنا نرسم يعني يا عيني ونغلِّب نفسنا. تمام، طبعًا ده الNH3. طيب اللي بعده butane C4H10 had the structural formula أنا مالي يا عم what is the type of hybridization عد كام واحدة سيجما 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 يبقى واحدة S زائد 3 B يبقى SB3 فين أهي برافو يبقى هي الإيه يبقى اقعد تتخض من سؤال زي كده بالعكس ده جميل جدًا. which of the following forms a coordinate bond with hydrogen مين من دول ينفع يعمل coordinate bond أصل عنده lone pair أصله مثلًا في ال5A وال6A وال7A ويعرف يعمل hydrogen bond هو ده، يعرف يعمل coordinate bond سوري ويدّيني PH4+ تمام حبايبي؟ ده اسمه فوسفونيوم يعني ده كده اسمه فوسفين، ده كده اسمه فوسفين اعرف لي الأسامي، وده اسمه فوسفونيوم، فوسفونيوم زي الهيدرونيوم، زي الأمونيوم على نفس الوزن كده، تمام حبايبي؟ على نفس الوزن. إمم. شاهد أنتِ بتسألي على الرقم والّا بتسألي على إيه؟ يعني مش عارفة بتسألي على إيه؟ في صفحة message هتيجي دلوقتي. ما تقلقيش في صفحة message جاية. تمام؟ أيوه شكرًا فطومة. حبيبتي في بس إيه، بدأ من مش عارفة 6 والّا 5 وهي إيه، في صفحة فيها 1، 2، 3 جاية بس الظاهر اتلخبطت منّي. يالّا نشوف اللي بعده. The electronegativity of some elements are listed in the table. ماشي. Which of the following binary elements يعني بيتكوّن من 2 بس can form an ionic bond يا عم هي محتاجة؟ فين بوتاسيوم وبرومين، برافو كده على طول، مش محتاجة، هو بس عاوز يأكد عليك إن الdifference فعلًا لازم يكون أكبر من 1.7 ويخلّيك تتطمن كده يعني. Which of the following has 2 free electrons؟ مين اللي عنده 2 free 2 free electrons لأ، مش A المغنيسيوم ده 12 2 8 2 وهو جايبه +2 فplus2 يعني loses دُولة فبقى عنده 2 8 2 8 طب الكربون 6 2 4 طب الأكسجين وهو gain هو كان 2 ده هو 2 6 بقى 2 8 الكالسيوم برافو، برافو، برافو الكالسيوم 20 2 8 8 2 في الآخر هو ده اللي عنده 2 free electrons تمام حبايبي؟ دي هو اللي عنده 2 free electrons نصحصح لنفسنا مش C لأ C ما عندوش free هو خلاص بقى gain 2 electrons هو gain 2 electrons يعني إيه مش free في الآخر outer most هو بيتكلم قصده كده outer most electron عنده 2 outer most ده معنى الكلام عنده 2 outer most
هو ده السبب يعني يا احمد، صح؟ قلة الراحة هي دي السبب. ماشي. which of the following، قربنا نريح شوية. which of the following molecules contain 16 electron 2 lone pair. لا لا لا، نركز هنا. and 1 pi bond. تاني كده 16 electron 2 lone pair 2 lone pair واحدة باي بوند. انا هعرفها من الواحدة باي بوند بصراحة. اي حاجة فيها صوديوم مش هتنفع. تاني، دي كده مش هتنفع. طب الكربون مونوكسيد، انتوا عارفين ان الكربون مونوكسيد شكله عامل كده، في 2 باي بوند مش واحدة. انا كده لغيت دي. الاو 2 فيها واحده باي بوند، والان 2 اتش 4 على فكره فيها واحده باي بوند. اتش و اتش ده الهيدرازين، ده كده ان 2 اتش 4 ده اسمه الهيدرازين. فانا دلوقتي بصدد ان انا اختار واحد من دولت. انا كده لغيت ايه ولغيت بي. حد معترض الاول على ان انا لغيت ايه وبي اساسا؟ طب هو كله على بعضه فيه 16 الكترون، هي الاول واحده فيها 8. 8 هنا و8 هنا 16، هم دولت صح. اما انت النيتروجينتين، نيتروجين 7 و7 2 في 7 ب 14 15 16 17 18، ايه ده؟ والكلام ده صح برضو. ماشي، كل اتنين 16. خد بقى معاك الجايه دي. اتنين لومبير، اتنين لومبير، ركز كده. ده فيها ادي اتنين لومبير وادي اتنين لومبير. الاوتو عنده كده كام لومبير؟ 4 لومبير. طب ده كده عنده لومبير هنا وحيد ولومبير هنا وحيد، ده اللي انطبقت عليه الشروط كلها. ها تاني. يبقى قال اتنين لومبير 16 الكترون واحد باي بوند، اتفقت معاه كل حاجه. المفروض يقول 4 ايه يا شهد؟ هي مظبوطه كده. تاني. الشروط 16 الكترون عديناهم لقيناهم 16، الصم بتاع كل الالكترونات. الاجابه دي صح. اتنين لون بير، ما أنا في اتنين لون بير اهو. اتنين لون بيرز، بيرز لون بيرز، فهي ادي لون بير وادي لون بير. اما ده في 4 لون بير، كده مش هينفع. واحده باي، دي فيها واحده باي ودي فيها واحده باي، فانا لغيت دي بسبب الاربعه والاتنين، فاخترت دي. وصلت ولا لا؟ بس حضرتك قلتي ازاي نعرف الميلتنج بوينت؟ مش عارفه يا ريم، يعني اكيد كان على حاجه معينه، لان الميلتنج بوينت ما بتتحفظش. لا، طب ما الاو 2 فيها واحده باي بوند يا احمد. الاو 2 او دبل بوند او. تاني. انا كده ورثي العطا على ده. او دبل بوند او، الاو 2 شكله عامل كده على فكره. ازاي فيها 16؟ مش الاو الواحده بس، الاو واحده ب 8 الكترون و8 الكترون، 8 و8 يعني 16 الكترون، وفيها واحده باي بس اهي. طب بالنسبه ل ان اتش 2 ده ان دبل بوند ان، ادي الواحده الباي اللي بنتكلم عليها، يبقى دي فيها واحده باي ودي فيها واحده باي. ده فيها 2 اتش، اتش واتش، وده فيه اتش واتش. بس في لون بير واحد على النيتروجين ولون بير واحد على النيتروجين. طب الاتوميك نمبر، النيتروجين الواحده الاتوميك نمبر بتاعها 7 بلس 7 و4 هيدروجين بلس 4 تطلع 16 برضه. لا تطلع 18. بس كده بشوف هو الشرط كان كام؟ 16. اه تمام تمام تمام، بس كده انا فهمت انت بتجادلي في ايه. 2 في 7 ب 14 15 16 17 18، هو ليه قال 16 الكترون؟ الشروط كلها مش في دي، لا ده 16 وده 18. ده 2 لون بير اوف الكترون. لا، في كده في كده حته صغننه مش مظبوطه، عدد الالكترونز. اما انا عماله اعدهم ويطلعوا معايا 16 ليه؟ مش تقولوا لي المشكله في العدد؟ 7 و7 14 15 16 17 18، لا دولت الصم بتاعهم 18. تمام، الصم بتاعهم 18. بقول المفروض كده يقول 4 لون بير، لو كان قصده على الاكسجين كان قال 4 لون بير، 4 لون بير مش 2 لون بير. يبقى هو في غلطه، يا في عدد الالكترون يا في عدد اللون بير. لو صحح دي وخلاها 18 يبقى انا هختار دي، او لو صحح دي وخلاها 4 لون بير كنت هختار سي. معلش كده السؤال فيه حته صغيره مش مظبوطه. تمام عادي يا حبايبي، يعني حاجه من صنع البشر فدي حاجه طبيعيه يعني. تمام، يبقى هي حاجه صغننه مش مظبوطه كده كده. الباي بوند بتاعتنا تمام. هو احنا بنحسب كل عدد الالكترونز، هو بيتكلم عدد الالكترونز كلها. تمام، مش بيحسب عدد الالكترونز بتاعت بونز معينه مثلا او اي حاجه، لا. هو كونتين كام الكترون. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. انت قصدك بيتكلم على البوند بير واللون بير، ده قصدك يا احمد يعني؟ ان ال 16 دي بيتكلم على الصم بتاع البوند بير واللون بير، لان الصم هنا فعلا يدي 16. طب اصبروا كده، بصوا. بصوا احمد بيتكلم على ايه. ان ان وجهة نظر برضو على فكرة، وتأكد ان الإجابة دي صح. بصي يا شهد كده، بصي.
بيقول ان عدد الالكترونز دولت ال 16 اللي هو يقصدهم عدد البوند بير واللون بير، البوند بير زائد اللون بير اللي هم الاوتر موست، يعني مش كل الالكترونز. عدي معايا كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لحد كده تمام. 12 اهم. هاتي بقى لون بير: 13 14 15 16. فانا كده ابلاي ان انا عندي اوتر موست بوند بير بلون بير 16، منهم 2 لون بيرز، حققت ده. منهم واحده باي. لا تمشي يا شباب، منطقيه. شكرا يا احمد، لا منطقيه جدا بالنسبه لي، بجد شكرا ليك. كده حلو قوي وكده صح. شاهد واخده بالك يا شاهد؟ كده اتظبطت من وجهه النظر دي، اتظبطت. تمام. اتفقنا حبايبي؟ تمام. لا ظريفه كده واتظبطت قوي، جزاك الله خيرا. حلو حبايبي، تمام. يلا نشوف اللي بعده بقى مع بعض. Which of the following is true about the hybridization of orbital؟ يعني ايه hybridization؟ كلمة hybridization معناها ايه؟ ميكس. حاضر يا ريم، ارجع له حبيبتي. hybridization معناها ميكس. حد يطلع لي كده اذا كان في حاجة من الاختيارات دي بتمثل الميكس او الهايبريدايزيشن. حاجة بتمثل الميكس او الهايبريدايزيشن. ايه؟ number of orbitals combined equal number of bonds of hybrid orbital. يعني لازم العدد يكون مش higher than ومش lower than، لازم يكون equal، العدد اللي داخل قد اللي طالع. فعلا الكلام ده مظبوط جدا، ده من شروط الهايبريدايزيشن. number of orbitals before hybridization equal after hybridization. تعالوا نشوف البويلينج بوينت حبيبتي. فين سؤال البويلينج بوينت يا قلبي؟ معلش اشوف بس، ريم كانت بتسأل على سؤال معين. 7 ده يا ريم؟ ده يا ماما؟ بس ده مش اللي قبله، ده بعيد قوي. ده تمام حبيبتي. الميه محفوظه، ال H2O محفوظه ان هي 100 سلسيوس. طب لو جاب حاجه غير ال H2O، كل ما زاد عدد الهيدروجين بوندز، يعني ده البويلينج بوينت بتاعه هيبقى اعلى. يعني ده بيعرف يعمل 2 3، كل واحد مولكيول بيعرف يعمل له 3 هيدروجين بوند. ده كل واحد مولكيول بيعرف يعمل له 2 هيدروجين بوند. فانا لو حبيت ارتب المولكيولز دي، الميه هي اعلى بويلينج بوينت، بعدين من وراها ال NH3. لو ال HF موجوده يبقى ال HF. احفظي كده. ايه الحكايه؟ HCl اصلا مش هيكون هيدروجين بوند اساسا الا مع الميه لو كان ايكوال سولوشن. خلاص حبيبتي. فدي تيمه كده محفوظه ان الميه 100، والميه العفو يا قلبي، وان ال NH3 عشان بيعرف يعمل 3 فيجي من وراه، ال HF بيعرف يعمل 2 فيجي من وراهم، وبعد كده خلاص مفيش حاجه بتعرف تعمل هيدروجين بوند مع نفسها، بتعرف تعمل مع الميه بقى. طب حبايبي يلا نشوف في تيم مع بعض. هاو ماني سيجما اند باي ان ده؟ عاوزين نعد القمر ده. يلا نفك: 1 2 3 4 5. الكلام ده ان شاء الله ناخده السنه الجايه باذن الله مع بعض. 1 2 3 4 5. بص بقى، CH3 انا هبدأ من هنا من الكربون رقم 1 كده. CH3 يبقى 1 2 3 احمر. دي بقى كده عندها واحدة بس، ده اورجانيك طبعا. وبعدين دي بقى عندها واحدة بس، وبعدين دي بقى عندها واحدة بس، وبعد كده في دبل بوند، وبعد كده في هنا 2 1 2. تعرف تعد السيجمات بقى بتاعتك؟ يلا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فعلا 12 بوند سيجما. طب كام باي؟ 1 2 و2 باي. برافو عليكم، هي سي. برافو حبايبي، شطار. شكرا يا احمد، شكرا يا حلا، برافو حبايبي. تمام الحلوين. شاهد برافو. يلا نشوف اللي بعده. An atom of oxygen gains 2 electrons to form an oxide. الاتوم حبايبي بتاعت الاكسجين بتجين 2 الكترون. فعلا الاكسجين فعلا 8 2 و6. فبجد هو عاطي الاتوميك نمبر، هي فعلا بتحب تجين 2 الكترون لو دخلت في ايونيك بوند يعني. What is the Lewis structure of this oxide؟ حبايبي لو هي عملت جين للالكترون، الشكل بتاع اللويس بتاعها ايه؟ برافو برافو برافو، هو ده. يعني الاكسجين حواليها الاول 1 2 3 4 5 6، قوم يجوا لها الاثنين اللي هي تعمل لهم جين، واقفل البراكت واعمل نيجاتيف 2 من بره. لازم تكون بعد ما اخدت الاثنين، مش قبل ما اخدهم. لا يا حلا، دي ناقصه يا حلا، ما انا اصلا عندي 6، فين الاثنين التانيين؟ اما دي يا حبيبتي هي جين الاثنين التانيين، فبقى عندها 8. بابا جينز 2 الكترون تو فورم اوكسايد. مثلا مع الصوديوم يبقى صوديوم اوكسايد مثلا، بوتاسيوم اوكسايد، اي حاجه. تمام يا ماما. ما ينفعش بيه خالص طبعا. ايه؟ بعد ما جين الالكترون، بعد ما اخدهم. تمام. طب يلا نشوف الرسمة اللي بعدها. Which of the following represents the structure of metallic and covalent bonds؟ عاوزين حاجة covalent وحاجة metallic. بص الميتاليك فين؟ تعالوا نختار من الميتاليك. انزل، دي مش ميتاليك. ان ايه الجمال ده؟
طب دي ان ايه وفيها فالنس الكترونز بتلف، بس عامل ان ايه نيجاتيف. ايه يا عم ده في ايه؟ الان ايه نيجاتيف ازاي يعني؟ وعدد الالكترونات كتير قوي زياده عن اللزوم. هي دي ان ايه وكل واحده منها الان ايه بوزيتيف والالكترون نيجاتيف، والعدد بالعدد. لو عديت عدد الاينز، لان ده في ال1 ايه تلاقي عدد الالكترونز قده. وهنا بقى ده كوفالنت. فاكره بقى يا شاهد لما كنت بقول لك ان شكله بيبقى كانه one big atom with a multi nuclei؟ هو ده الشكل اللي بقول لك عليه. بتبان كده في الام او تي او المولكيولار اوربيتال ثيوري حبيبتي كانها يونت واحده كبيره كده ضخمه، مش بيبان فيها تفاصيل. ايوه، فده كده كوفالنت. يبقى ده كده ميتاليك وده كده كوفالنت، ميتاليك وكوفالنت. تمام، صح، عندك حق. برافو عليك يا احمد. تمام يا بابا. تمام. طب في واحده عمل فيها ايه؟ بدل الاثنين ببعض، يعني حط الميتاليك مكان الكوفالنت. لا، هي دي الصح كده، السي الصح. الميتاليك هي دي والكوفالنت هي دي. تمام الشطار. تمام الحلوين. يلا نشوف غيره. يبقى كده اخترنا ايه؟ سي. سي اللي هي ايه؟ سي اللي هي دي. خد بالك من الرذاله دي. سي اللي هي دي. اه طبعا ده بارشال نيجاتيف وبارشال بوزيتيف، وكل واحد بيأتراكت التاني ايه بالعكس. تمام. طب يلا نشوف اللي بعده. Which of the following is the electron configuration of an atom which doesn't react with other elements of its kind at normal condition? didn't react، ما تفعلش مع اي حاجه، لا من نوعها ولا مش من نوعها. ايه ده الرذاله دي والرخامه دي؟ ده نوبل جاس طبعا. مش بتتفاعل لا من اتومز من نوعها ولا من غير نوعها. ده الاي النوبل جاس. برافو عليك. طب يلا نشوف اللي بعده. according to الفيسبر which of the following abbreviation represent ده حبايبي؟ يلا. ده في الفايف ايه. هو عاطي لك اتوميك نمبرز، قال يعني انت غلبان يعني ومش هتعرف ان في واحد لون بير هنا، وان البي ده عنده لون بير مع الثلاثه بوند بير. برافو برافو برافو. لا مش اي 2، مش اي 2 مريم، مش اي 2، لا اي واحده بس. بي سي ال 5 هو عنده واحده بس لون بير، مش اي 2، اي واحده. تمام زي ال NH3 بالظبط. ماشي يا مريومه، خلاص حبايبي. AX3E هو ده الابريفيشن بتاعه. اتفقنا حبايبي؟ بالظبط. اللي بعده. How many lone pair and bond pair in phosphine اللي هو ال PH3 فوسفين نفسه، على فكره، على فكره نفسه HHH. واحده لون بير، ثلاثه بوند بير. برافو. AX3E نفس الابريفيشن. طب what is the angle between hybridized orbital in carbon atom في ال HCN؟ ايه العسل ده، احنا راسمينه اول ما بدأنا. HCN. بص الانجل دي عامله ازاي، شايف ازاي؟ 180 لينير. التريبل دول بيتعاملوا معامله واحده، خدت بالك انت؟ برافو. طب اللي بعده. which of the following حافظينه جدا جدا يا ريم. which of the following orbital undergo overlapping to form chlorine؟ ركز معايا. الكلوراين كده 2 8 7. احب اصحصح قوي كده. ال1s كده 2s و2b. خلصنا من ال2s وال2b. هنا بقى 3s وال3b. مين اللي هي اوفرلاب؟ مين ال3b طبعا. حاجه من ال3b، 3b زي في الاخر وال3b زي في الاخر، اخر حاجه خالص. تمام حبايبي؟ وصلت؟ يبقى انا كده عملت كونفيجريشن للكلورين علشان اعرف اخر اوربيتال الاوتر موست اللي هيشارك ويعمل اوفرلاب. صحيح. How many single electron are in the excited carbon atom؟ الله على السؤال الجميل ده. excited لا. لا مش 2، مش 2. الكربون وهي كربون 6. 1s 2، 2s 2، 2b. شطار 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 شطار، كل الشطار قالوا 2. بس دي جراوند ستيت. لما تبقى excited ده يمشي هنا، فده يمشي من هنا وده يجي كده، يبقى العدد 4 4 4 4. برافو 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 يا واد يا كريم، مش سي. يبقوا 4. كام هاف فيلد كده بقى؟ كام؟ عد كده بعد ما نقلت ده هنا وديت ده هنا بقى 4 الكترونز. اللي في البي واللي في الاس بقى عندي 4 هاف فيلد اوربيتال، 4 سنجل الكترون. تمام كده حبايبي؟ ايوه. بعدين انا بقى هبقى اعمل هايبردايزيشن بعديها. هو احنا عملنا الخطوه دي ضروري يا شباب علشان بعدين اعمل الميكس. فهمتي يا قلبي؟ تمام الشطار. تمام حبايبي. يلا نشوف غيره. fill in the blank. هنملى هنا وهنا، يعني واحدة حاجة وواحدة حاجة. when the number of lone pair of atom in the central atom molecule ايه the angle ايه الريليشن ايه يا حبايبي؟ معلش يا احمد معلش، لازم نحل كتير حبيبي عشان هي المراجعة كده يا قلبي. inverse relation. inverse relation. ايه حكاية الانفرس ريليشن؟ فعلا هنرجع لنقطة البداية، هنجيب 1 في الآخر إن شاء الله. صحيح. كل ما عدد اللون بير يزيد كل ما الانجل بتوين كوفيلنت بوند تقل. برافو عليكم. انا مش هختار انكريز انكريز ولا هختار ديكريز ديكريز، انا هختار انكريز وراها ديكريز. زي ده يزيد ده يقل، هي كده. تمام برافو عليكم. ايه ده يا شهد، عرفتي منين؟ انا ما قلتش لحد.
ازاي عرفتي كده؟ which of the following is one of the physical bond؟ مين حبايبي physical physical physical؟ بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه هي دي هيدروجين بوند. برافو برافو برافو. شكرا. شكرا يا استاذ احمد، شكرا يا شاهد، شكرا يا فطومة، شكرا يا حلا. which of the following statement is true about the formation of ionic bond؟ بسرعة. metal ونون metal والكتروستاتيك attraction وبوزيتيف ونيجاتيف، اختار بسرعة. ionic bond formed between two elements whose ionization potential is small. whose الاثنين whose. فاكرين الثانية كان بيقول لك ايه؟ one has a small ionization potential. whose يعني الاثنين ionization potential بتاعهم قليل. مع كده انت بتتكلم في metallic bond. غلط. الاثنين whose دي عايدة على الاثنين. ionic bond formed between two elements a metal and a non-metal. تمشي معايا وحلوة. هنا نيجاتيف كاتاين تعبيط يا ابني، بوزيتيف اناين يا ابني تعبيط، العكس يا ابني. اه الكترونيجاتيفيتي اسكلوز يعني قريبين من بعض، لا. يبقى حبايبي التلاعب بالالفاظ ناخد بالنا منه. مفيش هنا سؤال زي التاني، على الرغم ان ممكن نلاقي، صح يا شاد، ممكن نلاقي رأس سؤال قريب من التاني، ولكن مفيش سؤال زي التاني. تمام. اسئله ظريفه بجد يعني، حاجه رائعه، لازم تحلوها تاني. which of the following، المره الجايه هعمل لكم مجموعه كبيره توصل ل 100 ممكن، فربنا يسهل بقى الحال. which of the following is true؟ اختار لي يلا جمله صح. انا ساكته اما اشوف ايه، اما اشوف. the bond length in hydrogen bond between water molecule is longer than is long لا لا ابدا يا فطومه، ده انا بدربكم. is longer than the covalent bonds between hydrogen and chlorine. ها، انا ما عنديش مشكله مع الجمله دي على فكره، ان الهيدروجين بوند في اي مولكيول اطول من الكوفالنت بوند في اي مولكيول تاني. يعني الجمله دي ما عنديش معاها مشكله. هل في حد حس ان في جمله تانية محتاجه تبص عليها؟ لا بكره مش اجازه. التانيين غلط. طب تعال نشوف الغلطه فين. bond length of hydrogen bond between ammonium molecule is the same غلط. shorter than الهيدروجين بوند غلط. هنا هيدروجين بوند في امونيا shorter than الكوفالنت غلط. صحيح فعلا، يبقى هو ده. اه محتاجينه يا جنى يا حبيبتي. تمام. تمام. الحكومه اديته اجازه. ليه؟ انا نازله بكره اصلا ورايحه المدرسه. الحكومه مش عاطيه اجازه ولا حاجه على فكره. لما انا اخد اجازه واقعد في البيت وانا مش عرفني. لا بكره مش اجازه. انتوا بتسالي يا شهد ليه ايه ولا ليه ايه؟ خلاص كده ايه مقتنعين بيها يا شباب؟ هم فعلا كلهم في اخ غلط. والله عندنا مش اجازه. انا هعمل ايه؟ انا احب الاجازات جدا بس هو عندنا مش اجازه. which of the following molecule cannot be explained by octet؟ حبايبي مش ابلاي الاوكتت، مش ابلاي الاوكتت. ها، دور على واحد بالاكسبشنز. دي فعلا فعلا دي بي و3 اف، والبي مفيش حاجه تانية حواليه، يبقى حواليه 6. يبقى ده مش حواليه 8. ده الراجل الطيب اعطي لك الاتوميك نمبرز علشان ترسم وتتدرب. تمام. يعني خليك مش حافظ المثال، ارسم وتدرب. قربنا على فكره خالص اهو. which of the following is used to express the less electronegative atom in a polar covalent bond؟ الليس الكترونيجاتيف بنديلها شكل عامل ازاي؟ لازم يكون كوفالنت، ما ينفعش ترو بوزيتيف ولا ترو نيجاتيف. برافو برافو برافو. فعلا حبايبي الليس الكترونيجاتيف. تخيل مثلا اتش سي ال، ده بارشيال بوزيتيف، ده الليس الكترونيجاتيف. صح كده؟ برافو عليكم. اخر سؤال في المجموعه دي ما شاء الله، ده انتوا شطار الله اكبر. ده الفاليو بتاعت الانجل، وده ووتر مولكيول القمر ده. وهنا مش جايب لي 104، يبقى جايب ايه 105 تمشي معايا. امتى بلس بس ريم حبيبتي؟ لما يكون ايونيك كومباوند يا قلبي. يعني ايه لما يكون ايونيك كومباوند؟ يعني حبيبتي يكون ايه، ما تفرحيش قوي يا شهد. لما يكون مثلا ان اي سي ال يا قلبي، ده ميتال وده نون ميتال، فدي تبقى ترو بوزيتيف ودي ترو نيجاتيف. يعني ده بجد عطل ده الالكترون بطيب خاطر كده وهو مسامح فيه. تمام. انما ده مش عطيه بطيب خاطر، ده هو سحبه منه بالعافيه، غباوه.